السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ صلى الله على النبي قبل ما نبدأ. صليتوا على النبي؟ على العموم أنا اليوم حاب أتكلم عن ليش ريال مدريد ما تعاقد مع لاعبين. طبعا الكل عارف أن ريال مدريد قبل كان يتعاقد بمبالغ خيالية في الصفقات الشتوية، مثل أمثال خامس يعني. لكن حاليا ريال مدريد مركز على الانتقالات الصيفية القادمة. ليش؟ لأن في لعيبة بيطلعون، في لعيبة بينباعون، مثل ممكن مودريتش، ممكن توني، ما نعرف والله، عرفته. ممكن بعد احتمال كبير ايدن هازارد، ماريانو، كثير لاعبين، فايخو، يعني بيبيعون هذيلا كلهم. فلازم يعني هم يحددون موقفهم في شو اسمه الصفقات القادمة، ومنهم اللعيبة اللي بيختارونهم، أمثال بيلينغهام، مبامبي وهذيلا. يعني أنا أتوقع انفجار الملكي في الانتقالات الصيفية القادمة. أنتوا اكتبوا شو رأيكم، هل بينفجر ولا لا؟ سلام. لايك، شير، سبسكرايب، لا تنسون الدعم، الله يخليكم. سلام.